الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله، لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله، ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا زانين وطيبين في كل مكان يا رب. فيديو جديد يا جماعة على القناة، ان شاء الله بإذن الله يعجبكم ونال رضاكم، بإذن الله تشتركوا في القناة وتعملوا لنا لايكات، وبإذن الله كده القناة تكبر بيكم، اللهم آمين يا رب العالمين. نسموا بالله ونصلوا على رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام، ونذكر الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. الواحد اللهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أول حاجة يا جماعة، الفيديو ده إن شاء الله بإذن الله عن البط أو البح أو البط السوداني زي ما كل واحد وأسميه. طبعا دي يا جماعة دي مسكوفي، مش تبع دول البط السوداني الأصلي. تمام. اول حاجه يا جماعه نرحب بكل الناس اللي منورانا ومشرفانا على راسنا من فوق، ربنا يبارك فيكم يا رب ويجبر بخواطركم، اللهم امين يا رب العالمين. وكل الناس اللي دخلت عندنا جديد وشرفتنا ونورتنا على راسنا من فوق، ربنا يبارك لكم يا رب، اللهم امين يا رب العالمين. ان شاء الله باذن الله القناه كده تكبروها لنا، وربنا ان شاء الله يجعلها سبب وباب رزق كده لينا. ادعونا بالله عليكم، ادعونا ربنا يبارك لنا فيها ان شاء الله، ويكون سبب رزق ان شاء الله كده لينا ولعيالنا، اللهم امين يا رب العالمين. ده فيديو يا جماعه عن البط او البح السوداني زي ما اتفقنا. طبعا ناس كتيره تكتب ان البح او البط عموما ابيض مش هيرقد، او لما ابيض مش ابيض في مكان واحد، هيقعد يبيض في كل حته، في كل حته بيضه. فهنشوفه في الفيديو ده ازاي نخلوه بيض ويرقد ان شاء الله باذن الله على البيض. تابعونا وان شاء الله باذن الله كده واحده واحده. احنا حاطين الميه، شايفينها المية نظيفة اهو. طبعا لون العلبة هما دلوقتي يا جماعة ايه، هيبهدلوا المية. تمام. شايفين بسم الله ما شاء الله، دي الخليط دي المسكوفة اللي احنا جايبينها، ان شاء الله بإذن الله ربنا بارك لنا فيها وتبيض. تمام. نبدأ الفيديو كده حاجة حاجة، وان شاء الله بإذن الله كده ايه نشوفوا كل اسباب عدم ركود البط على البيض. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله، حطينا الاكل. اول حاجة الاكل ايه ده يا جماعة؟ بصوا، ده النخالة تحت القمح وفيها غلة بر زي ما انتم شايفين. شايفين بسم الله ما شاء الله، خلط القمح يا جماعه وفيها شويه غله البر او غله الذره زي ما انتوا تقولوا، احنا هنا نقول غله بر. اول حاجه يا جماعه نبدا بها الفيديو، نسموا بالله ونصلي على رسول الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. البط يا جماعه عموما انواع البط كلها احنا نربوا هنا السوداني، اول مره نعمل المسكوفي دي، بس احنا السوداني عموما او البط هو اغلبيته يحب المكان الهادي. تمام. اول حاجه انا الاوضه دي عاملينها ايه اللي هي بيضوا فيها، شايفين انا عامله مكان هنا وعاملين مكان هنا، المكان ده اللي بيضوا فيه هنوريها ليكم في اخر الفيديو. تمام. اول حاجه يا جماعه يعملوا مكان ما يكونش فيه طيور تاني غير البط الحبيض اللي هو الامهات زي ما احنا هنقوله، احنا دول الامهات اللي عندنا، فاحنا نخليهم في مكان دايما لوحدهم. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي رسول الله. الواحد يحطهم في مكان لوحدهم عشان لما يبتدوا بيضوا يبقى عارفين المكان بتاعهم فيه. تمام. انا مش حاطه بيضه ولا اي حاجه في اللي هم بيضوا فيه، بس هم عارفين مكانهم بسم الله ما شاء الله بيضوا. المكان يكون هادي. الذكر يا جماعه ليه 3 نتل، احنا حاطين 4 بس انا هن ابتدى نبيضا، انا ما كانش بشغلات بيض، كان ليهم فتره وقفات، فهنبتدي نشيل 2 انا منيهن. ليه 2 هن اللي هو ليه 3، هنشيل 2 لان هن يتاخرن شويه عن 2 التانيين. المسكوفي لسه شويه عليها زي ما انتم شايفين، شويه عليها، والتاني دي كده اللي بيضت دي يا جماعه، دي اللي بدات تبيض. شايفين فرق الوش بينها ما بين التانيين؟ خلاص بدات تبيض، الوش بتاعها يبهى كده شويه. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام. اشتركوا يا جماعه في القناه وفرحونا بالاشتراكات واللايكات الحلوه بتاعتكم. شايفين يا جماعه النخاله تحت القمح مفيده والله يا جماعه، وريحتها حلوه حلوه، يعني انتوا هتعملوها للطيور ريحتها حلوه. فاحنا هنحط فيها شويه غله الذره زي ما قلنا، وغله البر هنا احنا هنقوله غله بر برضه طبعا مفيده. هنحط كل انواع الغله يا جماعه، الواحد لما يكون عايز الطيره اللي عندها تبيض يكتر لها الغله لان هي اللي هتخلي الحاجه تبيض. احنا هنا هنحط غله بر، غلة قيضي، الحاجات غلة قمح، الحاجات اللي هي المزروعات بتاعتنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. تمام يا جماعة. المكان اللي يكون فيه البط حبيب يكون الواحدة ما يكونش معاه طيور، بالأخص يا جماعة الوز والديك الروم أو الرومي. تمام. ما يكونش موجود في المكان، لأن ده مش هخليه يبيض ولا هخليه يقعد في مكان واحد. الناس اللي هتقول البطة هتقعد تبيض في كل حتة بيضة، لا انت اعملي لها مكان اول بيضة تبيضها فيه، ده انت مفروض بس الافضل ان انت تكون عامله المكان من قبل ما هي تبيض. طبعا لو هي اول مره تبيض انت عاملي مكان زي اللي احنا عاملينه ده،
وكده، وحطي الاكل جنب منه، وحطي لها البيضه، حطي لها بيضه جنب فيه من جوه. هي حتبتدي تعرف ان المكان ده بتاع بيض. طبعا الكبار اللي هو زي كده بعضا قبل كده، فهن عارفات الاماكن وهن بيضه. لكن انت عايزه تعوديها على انها قبل ما تبيض في المكان ده، حطي البيضه فيه وحطي لها الاكل جنبيه، هتبص عليه وتشوفه وهتدخل فيه. باضت اول مكان، اول بيضه في مكان انت مش عامله فيه، عاملينها المكان وعوديها عليه، وما تخليش معاها طيور، لان طالما ان انت هتخلي معاها طيور مش هتنفع البيض. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تمام يا جماعه، ما يكونش في طيور في المكان، ما يكونش في اكتر من ذكر يا جماعه. يعني هو الذكر ليه 3 نوتي، انا لو حشت المسكوفه هيقعد مع ال3 دول، بس انا عشان يعني بالمره انا هنحش 2 دلوقتي، وهنخلي معاه 2 التانيين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. لكن ما تحطيش مع ال3 نوتي 3 ذكره او 2، لا. هو ممكن في الاخر انت كمان ما يبقاش عندك في البيضه كسر من كتر ما الكره ترمح ورا بعضهم واضرب من بعضهم. فهو الذكر ليه 3 نوت يا جماعه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. تمام، ده اللي هخليها ايه تبيض، وان شاء الله باذن الله ترقد. المكان طبعا يا جماعه يكون نظيف اللي هترقد فيه، ما فيش حشرات، ما فيش حاجه. طبعا الواحد يكون منظف مكانه ويكون مظبط ليهن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اهتموا بالطيور يا جماعه بتاعتكم. والواحد زي ما قلنا، الامهات دي مش هتحب انها يبقى عندها حد او عندها طير سواء صغير او كبير يعمل صوت او يعمل دوشه، هي وراقده بالاخص. فهي رقدة تبيض خلاص، هي ابتدت تبيض دلوقتي بسم الله ما شاء الله. هي بيضة 3 بيضات النهارده، بيضة البيضة الثالثة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللي هتبيض بعديها البيضة ان شاء الله باذن الله، وبعديها اللي هي السودة التانية اللي جنب البيضة. المسكوفة دي هتبيض اخر واحدة ان شاء الله. ربنا بارك لنا ايه فيهن باذن الله. طبعا الذكر يا جماعة تكوني ان شاء الله باذن الله كده ايه، ربنا هو بارك، تكوني بس مجرباه قبل كده او ضامنه ان هو ايه ذكر يكون كويس وفي تخصيب عشان يطلع له انتاج باذن الله كويس. طبعا يا جماعه الحاجه اللي في البيت مفيش احسن منيها بسم الله ما شاء الله. انت شفتوا معانا وتابعتوا اللي هو انتاج الصيف اللي فات اللي هو داخل على الشتاء، لحد الان بسم الله ما شاء الله عندنا في البيت موجود. يعني الواحد الحمد لله، اللهم امين يا رب العالمين، ربنا يديمها نعمه ويا غنينا ان احنا ما نشتروش اي حاجه من بره من الحاجات اللي زي دي. لان بصراحه الحاجات الفراخ البيضاء واللحمه الواحد ما يقدرش يجيبها دلوقتي. فبسم الله ما شاء الله قاعد عندنا في البيت، والواحد اللي يلقى الحاجه يذبحها تحت ايده ونظيفه، وحاجه كده انت ضامنه مأكلها ايه، والاكل بتاعها نظيف والشرب بتاعها نظيف، ما فيش فيها بقى تدخل علاج، الحاجات بقى اللي هي كلها بره اللي انت مش ضامنها ايه. تمام يا جماعه، الناس اللي هتقول لي انا مش عارفه البطه بتاعتها تبيض ميته، البطه بصوا شايفين بسم الله ما شاء الله، شايفين البيضه، شايفين بطنها ازاي، دي هتعرفيها ان هي ايه خلاص هتبيض. الميه يا جماعه شايفين البط بصوا ازاي يعمل في الارضيه، بصوا اهو شايفينه. وهذا الميه نظيفه يا جماعه، الميه دلوقتي مش هتبقى نظيفه، الدوق ده قيمه نص ساعه مش هتلقوا الميه نظيفه. ده ان انت تعرفي بقى البط ايه ان هو خلاص حبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا وشها يبقى احمر كده حلو، شايفين، شايفين الوش بتاعها ازاي جميل بسم الله ما شاء الله. ربنا بارك لنا فيهن. دين اخوات يا جماعه، السود دول اخوات مع بعض. هنا البيضه، الام بتاعتهن البيضه دي. تمام، ربنا بارك لنا ان شاء الله كده باذن الله فيهن، وتتابعونا اول باول، وان شاء الله هنتابعوا كل مع حاجه مع بعضنا من اول ما يبتدى بيضا. ادي اول بطه باضت، وعملنا الفيديو ده ازاي تخليها تبيض وترقد على البيض. اهتم بالاكل، تجيبيها من قبل ما تبيض خالص، اهتم بالاكل بتاعها كويس واكلها كويس. واول ما تعرفيها، او الافضل ان انت من الاول تخليهن لوحدهن، لان احنا هنا يعني انفضلوا ان البط يقعد لوحده والبح يقعد لوحده والفراخ لوحدها، مش هنخلوهم مع بعضهن. تمام، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين عليه افضل الصلاه والسلام. زي ما اتفقنا يا جماعه، قلنا ان الذكر يكون كويس، وتكون ان شاء الله باذن الله مجرباه قبل كده او جايباه من حد مضمون. طبعا ما فيش افضل ان انت تعملي الحاجه تحت ايدك في البيت. يعني انت لو هتبتدي كمشروع جيب الحاجه صغيره، اضمن وافضل واحسن. تمام، احنا هنبتدوا بالحاجه الصغيره افضل، لان انت عارفاها وانت مربيها على ايدك. هتقولي عايزه نشتغل على طول ونجيب، هو الافضل ان انت ايه تاخدي حاجه كويسه من الاول ومكسب مضمون، الا لو كان من حد يعني ايه حد حبيب او عزيز عليكي وعزيزه عليه وهيديكي حاجه كويسه. تمام، شايفين بسم الله ما شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. خلوا بالكم يا جماعه من الطيور. والبط ده بسم الله ما شاء الله حلو خالص، وانتاجه بسم الله ما شاء الله كويس. هيبتدي بيض من الوقت اللي احنا فيه دلوقتي، هياخد الصيف كل الحالات ده بسم الله ما شاء الله
بالشتاء وهو بيض، يعني البطة ممكن تبيض 4 مرات في السنة، وفي بطة بيض 3، وهو رزق يعني ربنا يرزق الجميع. وحتى لو 3 بسم الله ما شاء الله جابت لك في كل 3 كم بطاية، فانت بسم الله ما شاء الله يعني الله أكبر تبارك الله. ربنا بارك لنا إن شاء الله فيهن ويكرمنا ويجبر بخاطرنا احنا وانتوا المسلمين أجمعين في كل مكان. ادعوا لكل مرضى المسلمين في كل مكان بالشفاء، ربنا يشفيهم ويشفي كل مريض في كل مكان يا رب، ويخفف عن كل مريض في كل مكان يا رب العالمين، اللهم امين. وصلوا على النبي. وان شاء الله باذن الله حنعملوا فيديوهات كده عن البطن، سلسله متواصله مع بعضها. تابعونا، وكل ما بطه حتبيض حنجيبوها مع بعضنا وحنشوفوها، وحنشوفوا هي رقدت ازاي، وحنشوف ازاي حنوفرونها المكان بتاعهن. زي ما اتفقنا، ادي البطه دي بيضت هنا السودة دي، ادي بيضت هنا. ان شاء الله حنخلي عن البيضة وحنطلع الاتنين دول، حنشوف دلوقتي. ولو باضت دي قبل البيضة طبعا حنرجعها تاني السودة دي، لان ممكن هي او البيضة. تمام. المسكوف لسه شوية يا جماعة عليها، بس انا هنخليهم على الذكر عشان ايه ان شاء الله باذن الله ربنا يجبر بخواطرنا كده وتبيضلنا. شايفين بطن البيضة يا جماعة؟ الناس اللي هتقول لي ازاي نعرف البطة هتبيض، ادي البطة اهي، ده خلاص البطة. ولو انت عاملة مكان زي كده هتلقى البطة تقعد فيه، تلف فيه من جوه، سيئة تحضر المكان بتاعها. شايفين؟ سبحان الله، دي غريزة عاد ربنا عاملها في القلوب بتاع أي حاجة، حيوان بقى أي حاجة. سبحانك يا رب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. خلوا بالكم يا جماعة، ما تحطوش معاه البط الأبيض طيور تاني، ما تحطوش معاه كرة كتير، ما تعملوش معاه طيور صغيرة. البط لما يكون راقد وتحطي معاه طير صغير هيعمل الصوت بتاعه صغير، اسيب البيض بتاعه من كتر اللي هو المحنة او الامومة بتاعته اللي هي الغريزة بتاعته، اسيب البيض بتاعه واقوم للبط اللي هو الصغير او الطير اللي هو الصغير. تمام. ابعدوا عن الطيور الصغيرة نهائي واصواتها، لان اقوم على الصوت بتاعها، لا اسيب البيض بتاعه واقوم على الصوت بتاعها. هادي يا جماعة الوش لما حمر بسم الله ما شاء الله خلاص كده هي البط حبيض ان شاء الله كله. هيبتدوا ورا بعض وهنتابعوه وهنشوف البط ان شاء الله اللي هيطلع لنا من تحت منه. شايفين الذكر ده بتاعنا يا جماعه؟ الذكر بتاعنا حلو ان شاء الله باذن الله طلع لنا انتاجه كويس، مش هنغيروه دلوقتي، ولما نغيروه هنتابعه مع بعضنا وازاي نبتدوا ذكر، نعمله ذكر من الاول يبقى كويس. ويا جماعه اللي يكون معاه ذكر كويس ما يذبحاش او ما بيعاش او ما فرطش فيه، لولا مكبر واحد تاني قصاده ويكون زيه وجربه الاول عشان خاطر ايه ما يندمش على ان هو ضيع حاجه كانت تحتيده. شايفين المية يا جماعة؟ هيبتدي ايه بهدل المية خالص دلوقتي، هو البط لما يكون ابيض ابهدل المية. صلوا على النبي يا جماعة وتابعونا واشتركوا في القناة، وان شاء الله بإذن الله كده هنتابعوا مع بعضنا اول باول فيديوهات البط الابيض، وان شاء الله بإذن الله الفيديوهات تعجبكم وتنال رضاكم. تعالوا شوفوا البيضة كده بتاع البطة، بسم الله ما شاء الله تبارك الله. شايفين بيضة 3 بيضات يا جماعة؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وادي الكونتان اللي احنا عاملينه هناك عشان ايه يبيضن فيه. اشتركوا في القناة وفرحونا بالاشتراكات واللايكات، واللي عنده اي سؤال على الفيديوهات بتاعتنا يبعت لينا وان شاء الله نعمله فيديو مخصوص عنه. صلوا على النبي واذكروا الله، لا بذكر الله تطمئن القلوب. ما تنسوناش من دعواتكم. اشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.